لو قلت لك ان سماعة واحدة بس بتديك صوت كويس جدا وكمان معاها موبايل ابليكيشن بتتحكم فيها من خلاله، وكمان فيها مايكات كويسة جدا 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 للمكالمات، كل ده ب 600 جنيه بس، اكيد مش هتصدق. اتفرج على الفيديو ده للاخر عشان تعرف ايه هي السماعة دي. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. السماعة اللي هكلمكم عنها النهاردة هي الاوريمو فري بادز لايت. انا جبت السماعة دي من متجر فودافون وطلبتها اونلاين، كان عليها عرض ب 600 جنيه، وهي سعرها في السوق من 600 جنيه ل 800 جنيه. ايه بقى المميز في السماعة دي؟ الحقيقة هي فيها حاجات كتيرة جدا مميزة، ولكن قبل ما اقول لكم عليها خلونا الاول نعمل لها انبوكسنج، وانا مش هحاور عليكم، انا بصراحة فتحتها، ولكن خلوني اوريكم بتيجي ازاي. هي تجربة انبوكسنج بسيطة قوي. بتفتح هتلاقي السماعة ومعاها تحت الجلد اللي بيدخل في الودن، هي جاية بثلاث مقاسات منهم، وكمان هتلاقي كابل تايب سي للشحن، وورا هتلاقي الكتيبات اللي بتيجي مع السماعة. بالنسبة بقى للجلد اللي بيجي مع السماعة، فانا اول ما استلمتها جربت المقاس اللي كان فيها ووجع لي ودني جدا بصراحة، ولكن لما حولت للمقاس الاصغر الموضوع بقى تمام معايا جدا، وبقيت بقعد بيها فترات طويلة من غير ما يحصل اي حاجة. بالنسبة بقى للمميزات بتاعت السماعة دي، فانا عايز ابدأ اول حاجة بالابليكيشن اللي جاي مع السماعة دي، وركزوا في النقطة دي كويس لأنها بتنقل جودة الصوت لليفل تاني. مجرد إنك تستخدم الأبليكيشن بتاعها أول ما تفتحه بتلاقي عندك مستويات كتيرة جدا تقدر تختار ما بينهم، ولكن أنا عن نفسي عملت واحد خاص بيا وهو ده اللي عجبني أكتر. الأبليكيشن نفسه موفر لك خيارات كتير تقدر تختار ما بينهم، ولو ما عجبتكش تقدر تعمل لنفسك واحد زي ما أنا عملت. عندك تخصيص لللمس على كل سماعة، ممكن تخلي بضغطتين ينقل الأغنية اللي بعدها أو يرد على مكالمة، وممكن تخصص كل سماعة يبقى ليها الإيماءات بتاعتها. فبصراحة الموضوع ده عجبني جدا. كمان هتلاقي على العلبة من بره QR، هتعمل له سكان وتخربش الرقم اللي موجود عليه وتدخله على الموقع اللي هيفتح عشان تشوف السماعة اللي معاك أصلية ولا لأ. وبيجي معاها ضمان من أورايمو لمدة سنة كاملة، تقدر تطمن لو حصل لها أي حاجة. الحاجة بقى اللي صدمتني فيها بجد وهي المايكات اللي بتيجي مع السماعة دي. أنا بقالي أسبوعين بجربها، بعتمد عليها اعتماد كلي خارج البيت. حرفيا أداء المايك اللي بيجي في السماعة دي مش موجود في سماعات بضعف تمنها، وهسمعكم دلوقتي تسجيل من المايك بتاعها. طب يا جماعة، ده تسجيل صوتي من السماعة الأوريمو فري بادز لايت. أنا حاليا قاعد فاتح الكمبيوتر وفي شوية دوشة طالعة منه، مش عارف بقى انتوا الصوت عندكم عامل ازاي، ولكن أنا لما كنت بتكلم مع أي حد فيها كان بيسمعني بوضوح وكان بيقول لي إن الصوت تمام. أما بقى بطارية السماعة فدي ممكن تقعد معاك 8 ساعات استخدام متواصل، لو هتشحنها في الكيس بتاعتها هتقعد معاك 40 ساعة، ودي بصراحة حاجة ممتازة جدا وهتسد معاك لو مسافر أو رايح مشوار طويل مثلا بره البيت. كمان بتيجي بخاصية الشحن السريع، أنا ما حسبتش بالظبط هي بتشحن في قد إيه، ولكن تقريبا بتشحن 100% في 25 دقيقة ل 20 دقيقة كده يعني. وفيها خاصية الجيم مود، ودي بتقلل تأخير الصوت وانت بتلعب على الموبايل، لأن زي ما انتوا عارفين السماعات البلوتوث بيكون فيها تأخير في الألعاب. كمان بتيجي ببلوتوث 5.3، وده المفروض انه بيديك أداء مستقر، ولكن أنا في حاجة حصلت معايا غريبة جدا في الجزئية دي هقول لكم عليها لما نيجي للعيوب. أنا بصراحة دلوقتي زعلان منك بجد والله، أصل يعني انت وصلت لحد هنا ولحد دلوقتي مستخسر تحط لايك. حط لايك عشان نوصل 100 لايك بعد إذنك في الفيديو ده. كمان السماعة بتاعتنا فيها ميزة اسمها الهيفي بيز، ودي المفروض انها بتركز انها تطلع لك بيز عالي، ولكن لما بتشتغل بتأثر بشكل كبير على الصوت اللي شغال، فما حبيتهاش هنا بصراحة. تقدر تقول انها مش معمولة باحترافية كافية. حاجة كمان في السماعة دي ان المدى بتاعها حلو، يعني انا بسيب الموبايل واتمشى في الشقة السماعة بتفضل شغالة عادي، ولكن لما ابعد قوي طبعا بتفصل. لكن لو هنتكلم بقى عن العيوب ففي عيب غريب جدا جدا قابلني في السماعة دي. ابقى مثلا قاعد وفاتح تيك توك، بدل الاتصال بالسماعة دي والموبايل وقف لمدة ثانية كده وبعدين رجع تاني. بصراحة ده عيب غريب، أنا مش عارف العيب ده أصلا من الموبايل ولا من السماعة، خصوصا بقى إن أنا لو بره مثلا ومشغل عليها حاجة عمرها ما بتفصل. كمان فيها عيب تاني وهي إن ساعات بيحصل تأخير بسيط كده عن الصوت والصورة، الصوت ساعات بيسبق الصورة، ولكن بمجرد ما تشغل الجيم مود أو تقفل البلوتوث وتفتحه تاني التأخير ده بيختفي وبيرجع طبيعي زي ما كان. وبكل صراحة يا جماعة ومن وجهة نظري المتواضعة أنا شايف إن السماعة دي بتدي قيمة مقابل سعر ممتازة جدا جدا، وانصح أي حد عايز يشتري سماعة في الفئة السعرية دي يشتري السماعة دي من غير ما يفكر، صدقني هتتبسط. وبس كده، لو حد وصل لحد هنا فأنا عايز أشكرك جدا جدا من قلبي إنك وصلت لحد آخر الفيديو، وياريت تعرفني في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناة، ونتقابل الفيديو الجاي.